السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه تاويل داري مع فاتحه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الطريقه ديال هاد الاكياس كيفاش تتخيط. واخا هاد التوب هذا لونغازا شويه صعب في الخياطه، من بعد نقول لكم لاش بغيتو منايا. يلا بسم الله على بركه الله. غندير معكم الباط خوف ورقه. غادي ناخذ التوب، غادي نعبر من هنا لهنا 16 سنتيم ياك، ونجي من هنا لهنا 15 سنتيم. غنطوي، غادي نحسب، غادي نطوي نعبر من هنا لهنا 4 سنتيم. نعبر من هنا لهنا 4 سنتيم وغنطوي ياك، ها هي شتيها. وغنشد هذا وغنثنيه على جوج، نخيط من هنا ونخيط من هنا. وغادي نشارك معكم كيفاش تتصوبوا هاد الخيوط هادو، كيفاش تدخلوا تجرب بحال هكا يعني باش انا كنشدهم كندير فيهم ها هما شتوهم. كنشدهم كندير فيهم الخزامه والورد، الخزامه والورد والقرنفل، وكنديرهم وسط الحوايج لان هاد الثوب هذا تيخرج الريحه. ودابا ملي خيطتها خاصكم ضروري تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا باش تفهموا الخياطه وتفهموا الطريقه كيفاش كيدخل الخيط هنا بيناتهم. المهم انايا غادي نقلبها، ها هي، ها انا قلبتها. غنضربها شويه من هنايا، نحلها ونحلها شويه من هنا باش ندخل لاصو اولا البيي. لازم ضربتهاش مزيان، لاصو اولا البيي هذا انا عندي هذا
شتو كان عندي صفر وتقاده، عندي انا هذا، غندير قد هكايا. شتو قطعو بالمقص، قطع قدو بالمقص. ندخلو من هنا، ندير هاد الاخر، هادشي ما ضربتهاش. لونغازا شويه صعيبه ما كتبانش. هذا ندخلو في هاد العين، وهذا ندخلو في هاد العين. ها هي كميميسه او لا كيس او لا. شتو هادي انا كنفضلها تكون في لونغازا، على حسب كندير فيها انايا داك المعطرات، وكنديرهم وسط من الحوايج، مثلا تكاشات، حوايج السمار دروك داخل الصيف كنديرهم، كندير في وسط منهم هادو، كتبقى واحد الريحه زوينه. ولا اللي عندهم الدار شويه بارده وفيها الغماله تلقى ليهم تطلق لهم بحال هادشي. هذا اللونغازا تيخرج الريحه، اما الا كان الثوب ما تيخرج الريحه. تقدروا ديروا الثوب ولكن ما تيخرجش الريحه. نتمنى يعجبكم المحتوى ديال الفيديو، ديروا جيم، ديروا اشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على المشاركه.